أنا اسمي إيمان وعندي 23 سنة، وفي يوم من الأيام كنت قاعدة مع عمي وقالت لي أنا بجد مش قادرة أصدق إيه الكلام اللي انتي بتقوليه ده يا بنتي؟ بقى معقول عايزة تتجوزي إبراهيم الشمام ده؟ أي نعم هو ابن خالتك، بس يا بنتي ده واحد مش كويس أبدا وهتتعبي معاه قوي. خلاص بقى يا عمتي، دي اسم ونصيب، هعمل ايه يعني؟ وبعدين أنا وافقت عليه خلاص ومش عايزة أي كلام في الموضوع ده تاني. وبعدين بقى يا عمتي، ناوية ترجعي لي فلوسي امتى؟ ايوه كده يا ايمان، باني على حقيقتك. انت وافقتي على العريس ده عشان عايزه تاخدي مني الفلوس، وماله يا حبيبتي؟ مع ان انا طول عمري شايلاكي ومحدش كان بيدفع لك جنيه واحد، ودلوقتي بعد ما تميتي ال23 عايزه فلوسك مني يا ايمان؟ يعني ده حقي ولا مش حقي يا عمتي؟ يا ريت تديني الفلوس وما تتكلميش تاني معايا في الموضوع ده. وانا سبتها ودخلت على اوضتي على طول، وخرج هشام ابنها من اوضتها وقال انا نفسي افهم يا ماما، انت ليه حاشره نفسك وبتتدخلي في حياتها؟ ما هي حره في نفسها، تتجوز اللي هي عايزاه وتعمل اللي هي عايزاه. وعمتي قربت منه وطبطبت عليه وقالت له انا عارفه يا قلب امك ان انت بتحبها قوي وكنت عشمان ان انت تتجوزها، بس دي اسم ونصيب يا حبيبي. بس البنت صعبان عليا قوي يا هشام ان هي تتجوز الواد الشمام ده. اذا كانت هي مش عايزاني ولا عايزه تتجوزني انا هكون باقي عليها يا ماما؟ على العموم هي حره في حياتها. وهشام قال كلامه وسابها ونزل على طول في شقه ابراهيم كان قاعد مع امه وقال لها ايه رايك في ابنك ياما؟ البنت خلاص وافقت عليا، ومش بس كده كمان، كل الفلوس هتبقى تحت امري وهتعيش خدامه تحت رجلك يا ست الكل. انا نفسي افهم انت عملت لها ايه يا واد عشان توافق عليك بالسهوله دي؟ البت دي طول عمرها مناخيرها في السما من ايام مامها كانت عايشه. عيب قوي ياما لما تسالي ابنك السؤال ده. هو انت فاكراني بلعب ولا ايه؟ طب وانت بقى يا حبيبي ناوي تعمل ايه مع المخفيه اللي فوق دي؟ هتقول لها ان انت هتتجوز ولا هتتجوز كده من وراها؟ جرى ايه ياما؟ هو انت شايفاني عيل صغير وبرياله ولا ايه؟ انا راجل قوي ومحدش يمشي كلامه عليا. انا هتجوز بالعند في اي واحده ومحدش ليه كلام عليا، وانا حر في نفسي. ده الشرع بذات نفسه محلل ان اتجوز واحده واتنين وتلاته واربعه. في الوقت ده نزلت بسنت من فوق وقالت له انت اكيد بتهزر يا ابراهيم ومش بتتكلم جد. معقوله هتتجوز عليا؟ طب انا عملتلك ايه عشان تعمل فيا كده؟ وابراهيم اتعصب جدا وقال لها جرالك ايه يا بنت انتي؟ بقى انتي واقفه على الباب وبتتصنطي عليا انا وامي؟ اللي زيك المفروض ما تتكلمش ابدا ولا حتى اسمع لها صوت. مش كفايه ان انتي لحد دلوقتي ارض بور وما خلفتليش حته عيل؟ خلاص براحتك يا ابراهيم، عايز تتجوز يا اخويا اتجوز، بس قبل ما تتجوز طلقنا انا الاول. انا مش عايز اعيش معاك بعد كده. يا لهوي، انتي اتجننتي يا بت انتي ولا ايه؟ بقى انتي بتقفي قدام ابني وتقولي له الكلام ده؟ ده انت شكلك كده عبيطه خالص ومش عارفه بتقولي ايه. حرام عليكم انتوا الاتنين، هو انتوا اشتريتوني ولا ايه؟ انا اللي مش عايز اعيش مع ابنك، هو الوعاد بالعافيه؟ ايه ده القطه طلع لها ضوافر وبتخربش كمان. انا لو منك يا حبيبي انمي عليها يمين الطلاق ودلوقتي حالا وترميها في الشارع، وهي كده كده ملهاش اهل ومقطوعه من شجره. وريني بقى هتعمل ايه؟ مفيش ست تمشي كلامها عليا. بقى على اخر الزمن واحده زيك تقولي طلقني؟ انا مش هطلقك، انا هرميكي في المخزن اللي تحت البيت، ووقت ما يجيلي مزاجي هطلقك. وفعلا ابراهيم خدها من ايديها وحطها في المخزن اللي تحت وقفل عليها الباب. وفي اخر اليوم لقيت ابراهيم جالي على شقة عمتي وقعد معايا وقال لي ها يا روحي، لميتي شنطتك ولا عملتي ايه؟ يلا عشان ما نتأخرش على المأذون، ده انا مستنيكي على احر من الجمر، وامي قاعدة كمان مستنياكي. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده يا واد؟ انت عايز تاخدها كده من غير حتى ما تعمل لها فرح؟ اللهم طولك يا روح. بقولك ايه يا حاجة، بالله عليكي نقطينا بسكاتك، انا مش عايزة اسمع ولا كلمة. انا حرة انا ومراتي نعمل اللي احنا عايزينه. ولا انت ايه رأيك يا حبيبة قلبي؟ ايوه يا عمتي، ابراهيم حبيبي عنده حق، ولو سمحتي محدش يتدخل في موضوعنا خالص. انا حرة انا وابراهيم في بعض. لو الكلام ده حصل يا بنت اخويا انت ليك يا عم يترد عليه، وانا مش عايزة اشوف وشك ده تاني. اللي يشوف كده يا بنت اخويا يقول انه ماسك عليكي زلة. كل الحكاية يا عمتي ان انا بحب ابراهيم وما اقدرش استغنى عنه. يلا بينا يا هيمة على بيتنا. وابراهيم خدني من ايدي ووداني على شقة خالتي وانا فرحانة جدا والدنيا مستيعين.
في شقة خالتي بقى أول ما شافتني قالت يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، نورتي بيتنا يا عروس. معلش بقى يا بنتي، البيت على قدنا ومش قد المقام. ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده بس ياما؟ يعني هي كانت عايشة في قصر ولا سرايا؟ ده حتى بيتنا أحسن من شقة عمتها بمليون مرة، مش كده ولا ايه يا إيمان؟ طبعا يا إبراهيم. الله، صحيح، أمال فين المأذون اللي انت قلتلي عليه؟ مش انت قلت قاعد ومستنيني؟ بصراحة كده يا إيمان أنا مش عايز أكتب كتابي عليكي دلوقتي، أنا بفكر كده أسيبك قاعدة عند أمي فترة وبعد كده نبقى نتجوز. طب ليه كده يا إبراهيم؟ لما أنت مش عايز تتجوزني كنت خلتني قاعدة عند عمتي أحسن. الله، جرالك إيه يا بت؟ بتتكلمي وتتنرفزي علينا كده ليه؟ هو أنت تقولي يا أختي تعيشي عندي وفي شقتي هنا؟ هو أنا كنت قلت حاجة يا خالتي؟ كل الحكاية ان هو طالما مش عايز يتجوزني كان خلاني قاعدة عند عمتي احسن. ماشي يا اختي، ادخلي يلا على المطبخ نجري اعملي لي كوباية شاي عشان مصدعة. وانت يا قلب امك اطلع كده روق مزاجك فوق، انا عارفة ان انت بتحب تقعد لوحدك. الله، صحيح يا ايمان، فين الفلوس اللي عمتك اديتها لك؟ اصلا انا ما شفتهاش، يعني اديتك حاجة وانتي ماشية؟ هي الفلوس معاكي؟ الفلوس بتاعتي في وديعة في البنك وهتتحلل اخر السنة كده، يعني كلها 3 شهور. ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده يا ايمان؟ وليه ما قلتيش الكلام ده في التليفون قبل ما تيجي؟ انا لازم اكسر الوديعة دي، وبكرة ان شاء الله هروح البنك واكسرها. لو انت عملت كده يا ابراهيم انا هخسر فلوس كتيرة قوي، ما فرقتش يعني 3 شهور وبعدها هاخدها على طول وفلوسي هتبقى كاملة. ماشي يا ستي وانا موافق، بس بعد ما تعملي اللي هقولك عليه. في بيت عمتي رجعت على شقة عمتي من تاني، وعمتي اول ما شافتني قالت ايه ده؟ يعني رجعتيلي من يوم الفرح، عايزه مني ايه تاني يا بنت اخويا؟ لو فاكره ان انا هفتح لك حضني تاني واقولك تعالي يا حبيبتي تبقي عبيطه وغلطان، وانا عمري ما اشتريكي ابدا زي ما بعتين. ومين قالك يا عمتي ان انا جايه عشان كده؟ انا جايه عشان اضمن حقي. انا عارفه ان الفلوس اللي موجوده باسمي في البنك انتي بقى هتمضي على وصل امانه لحد ما استلم الفلوس دي. وعمتي اتصدمت جدا من كلامي وقالت معقوله؟ قولي ان انتي بتهزري يا ايمان وما بتتكلميش جد. عايزه تعملي في عمتك كده بعد ما ربتك وكبرتك يا بنتي؟ الحق حق يا عمتي، وانا عايزه اضمن حقي، دي حاجه ما تزعلش حد. وايه اللي يضمن لي يعني بعد ما يعدي 3 شهور ان انتي ترجعي لي فلوسي من تاني؟ وانا مش همضيلك على وصولات امان. لو عاوزه تروحي تكسري الوديعه روحي اكسريها يا امان، انا مش هعمل حاجه زي كده ابدا. عشان خاطري يا عمتي لو بتحبيني بجد اعملي اللي بقولك عليه. انا مش عايزه اي مشاكل مع ابراهيم. مشاكل ايه اللي انتي بتتكلمي عنها دي يا بنتي يا ايمان؟ قولي وانطقي، الواد اللي اسمه ابراهيم ده ماسك عليكي زله؟ انا مش قادره اصدق ان انتي بتحبيه. مالكيش دعوه يا عمتي، انا حره في نفسي واعمل اللي انا عايزاه. هتمضي على وصل امانه ولا هتعملي ايه؟ ولا اروح اسم الشرطه واعمل فيكي محضر ان انتي مش عايزه تسلميني فلوسي؟ وهشام خرج من جوه وقال هي وصلت لحد الاقسام والمحاضر يا امان؟ على العموم هاتي الوصل وانا همضيلك انا عليه. وعمتي اخدت مني وصل الامانه ومضت عليه وقالت لي يا ريت تكوني ارتحتي دلوقتي يا امان لما مضيتلك على الوصل. يا خساره تربيتي فيك يا بنتي، وانا اللي كنت عايزه هشام ابني يتجوزك، بس الحمد لله ان انتي ما بقيتيش من نصيب ابني. اسكتي لو سمحتي يا ماما، وامان عندها حق، عايزه تضمن حقها برضو، بس اللي انا متاكد منه ان هي في حاجه مخبياها علينا، مش كده برضو يا امان؟ لو في حاجه مخبياها يا امان يا ريت تتكلمي، ومش عايزك تخافي من اي حاجه. هو انتوا عايزين يبقى في حاجه بالعافيه ولا ايه؟ انا بجد مش فاهمه انتوا ليه مش مصدقين ان انا بحب ابراهيم. على العموم انا ماشيه ومش هرجع هنا تاني، ويا ريت لما ميعاد الوديعه تتفك يا عمتي تكلميني في التليفون واجي افكها بنفسي. ولو عملتي حاجه كده ولا كده يا ريت تعرفي ان رقبتك معايا بوصل الامانه اللي معايا ده. وانا خلصت كلامي وسبتهم ومشيت على طول. وهشام قال انا خلاص كده اتاكدت يا ماما، في حاجه امام مخبيها علينا، لان عمرها ما اتكلمت معانا بالطريقه دي ابدا، وانا حاسس ان الموضوع ده وراه ان كبيره وانا مش قادره افهمها. بقولك ايه يا هشام، يا ريت تطلع نفسك من الموضوع ده وتطلع البت دي من دماغك خالص. البت دي نكره للجميل وما بيتمرش فيها حاجه، وهي اللي اختارت يا حبيبي، واول ما الوديعه تتفك هرملها فلوسها وخلاص. ويا ريت تركز في نفسك وبس، وملكش دعوه بيها تاني، انت سامع ولا لا؟ بس يعني يا ماما ولا بس ولا نيله. واعمل حسابك يا هشام لو ما لقيتش بنت مناسبه تتجوزها انا هدور لك على العروسه بنفسي، وانا عمري في حياتي ما هسيبك معلق نفسك في حبال دايبه كده. وعمتي سابته ودخلت على اوضتها على طول. شقه خالتي في الوقت ده كنت وصلت الشقه،
قالت لي يلا بقى يا حلوة اطلعي كلمي ابراهيم فوق، قال لي اول ما ترجع من بره تطلع لي بسرعة. حاضر يا خالتي. وطلعت لابراهيم، واول ما شافني قال لي اخيرا شرفت يا حلوة، ايه اللي اخرك ده كله؟ طمنيني الاول عملتي ايه؟ وافقت ولا عصلجت معاكي؟ لا طبعا يا ابراهيم، انا هددتهم لو ما عملوش اللي انا عايزاه هروح على اسم الشرطه واعمل فيهم محض. وهشام اول ما سمع مني كده خلى عمتي تمضي على وصل الامان. بس يعني يا ابراهيم ما كانش ليه لازمه كل اللي انا عملته ده. انا عارفه عمتي كويس، عمرها ما تقبل على نفسها قرش مش بتاعها. بقول لك ايه بقى، انا اللي اقول هنا ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، سامعه ولا لا؟ وبعدين فين وصل الامانه اللي انت خدتيه منهم؟ خلاص ما تزعلش مني يا ابراهيم، حقك عليا، خد وصل الامانه. هو عايز مني حاجه تانية؟ لا يا اختي، انزلي تحت على شقه امي وخلي امي تجهزك عشان هجيب المأذون واكتب عليكي، عشان محدش يقول ان انت قاعده معايا كده من غير جواز، وانت مهما كان بنت خالتي وسمعتك من سمعتي. حاضر يا ابراهيم، هعمل لك كل اللي انت عايزه، بس قولي الاول هي فين بسنت مراته؟ انا مش شايفاها يعني في الشقه من ساعه ما وصلت. وابراهيم اتعصب جدا ومسكني من دراعي وقال لي بقول لك ايه يا بت انتي، اول واخر مره اقول لك ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه، وكل اللي تقوليه هو نعم وحاضر وبس، واما انتي عارفه كويس بقى انا ممكن اعمل فيكي ايه. وقتها ما تلوميش غير نفسك، ويلا يا اختي انزلي على شقه امي وقولي لها على اللي قلتلك عليه. خلاص يا ابراهيم انا اسفه ومش هتتكرر تاني. وسبته ونزلت على تحت جري. في شقه حماتي اول ما شافتني قالت لي مالك يا حلوه ماسكه دراعك كده ليه؟ اوعي تفتكري يا اختي ان انتي هتتمسكني عليا عشان ما تعمليش شغل البيت، تبقي عبيطه وهبل، هتعملي كل حاجه ورجلك فوق رقبتك. حاضر يا خالتي هعملك كل اللي انت عايزاه، بس بالله عليكي ادخلي جوه البسي هدومك عشان ابراهيم هياخدنا دلوقتي على اقرب مكتب مأذون عشان يكتب كتابه عليا، واول ما هنرجع من بره اوعدك يا خالتي هعملك كل اللي انت عايزاه، وانا من ايدك دي لايدك دي. اه يا ناري لو بس اعرف انت ايه اللي غيرك بالشكل ده في يوم وليله مره واحده، ده انت مناخيرك كانت في السما. بس اقول ايه، يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. وحماتي سابتني ودخلت على جوه، وبعد شويه خرجت وهي لابسه هدومها وقالت لي لا يا اختي السلسله الهبله اللي في رقبتك دي اللي زيك يلبسوا دهب ليه ان شاء الله بلا نيله. طب بلاش السلسله دي يا خالتي امانه عليكي، اطلبي مني اي حاجه تانية وانا هديها لك على طول، لكن السلسله دي بالذات بابا جايبها لي ودي من ريحه بابا الله يرحمه. جاتك بوي يا شيخ، انا قلتها كلمه هاخد السلسله يعني هاخد السلسله، والا بقى هجيب ابراهيم حبيبي وهو اللي يتصرف معاك. لا لا يا خالتي بالله عليكي بلاش تقولي له، بلاش تزعلي مني انتي، السلسله بتاعتي هي ما تغلاش عليكي. وخالتي اخدت مني السلسله وكانت فرحانه بيها قوي وقالت لي ايوه كده ناس ما بتجيش غير بالعين الحمراء. في الوقت ده ابراهيم نزل من فوق وقال يلا يا حلوه خفي نفسك كده، خلينا نرجع من المشوار المهبب ده وخلينا نخلص منه. وفعلا رحت انا وابراهيم وخالتي عند مكتب المأذون، وابراهيم كتب كتابه عليا. اول ما رجعنا لقيت ابراهيم بيبصلي ويقول لي بقول لك ايه بقى يا حلوه، خليكي قاعده في شقه امي، وانتي ياما مش عايزه اوصيكي بقى على البت دي، لو قالت لك نص كلمه ولا فتحت بقها معاكي انت عارفه كويس قوي هتعملي فيها ايه. بس كده يا قلب امك من عيني الاتنين، ما تقلقش خالص. قال قول لي صحيح يا حبيبي هتعمل ايه في المحروسه التانية اللي انت حابسها في المخزن تحت دي؟ اه صحيح، تصدقي فكرتيني بيها ياما، انا هنزل واخدها من تحت واطلع بيها على فوق، زمانها اتعلمت الادب كويس قوي ومش هتقولي اي حاجه بعد كده. وابراهيم خلص كلامه ونزل على المخزن على طول، واول ما فتح الباب لقى بسنت مغمى عليها لانها من ساعه ما رماها في المخزن لا كانت بتاكل ولا بتشرب. وابراهيم اخدها وطلعها على شقته فوق وجاب لها الدكتور يكشف عليها ويقول له فيها ايه. اما في شقه عمتي كانت قاعده مع ليلى وهشام اللي دخل عليهم وقالت له كويس قوي ان انت جيت يا هشام، ايه اللي اخرك ده كله؟ تعالى لما اعرفه، دي ليلى بنت واحده صاحبتي، تعالى اقعد معاها لحد ما ادخل واعمل لك كوبايتين عصير. حاضر يا ماما. وعمتي سابتهم ودخلت على المطبخ، وليلى قالت له انت عارف يا هشام طنط كانت كل ما تيجي عندنا البيت بتفضل تتكلم عنك كتير قوي، وانا بصراحه كده كنت هموت واشوفك وما صدقتش نفسي لما طلبت مني ان انا اجيلك هنا زياره ونتعرف على بعض ونتكلم. يعني ماما هي اللي خلتك تيجي لحد هنا بعد ما قالتلك الكلام ده. بس اللي انت ما تعرفوش يا ليلى ان ماما نسيت تقولك كمان ان انا كنت بحب واحده تانية ولسه ما نسيتهاش لحد دلوقتي، وانا مستحيل ارتبط باي حد تاني وهي لسه في قلبي ومتربعه. انت عارف معنى كلامك ده ايه يا هشام؟ معناه ان انا فرضه نفسي عليك. بس تمام، انا اللي غلطانه عشان قللت من نفسي وجيت لحد هنا،
وليلى قالت كلامها وخدت شنطتها ومشت على طول. وعمتي قعدت تنادي عليها وتقول يا ليلى يا ليلى تعالي، ايه اللي حصل؟ انت عملت ايه في البت يا واد انت وخليتها تمشي متعصبه بالطريقه دي؟ وهشام كان متضايق جدا وقال لها ماما لو سمحتي انا مش حابب اللي انت بتعمليه معايا ده، لما ابقى جاهز للارتباط يا ستي هاجي لحد عندك واقولك هاتيلي عروسه يا ماما. انا كمان مش عيل صغير قدامك عشان تعملي معايا حاجه زي كده. يعني انت عاجبك اللي انت بتعمله في نفسك ده؟ على الاقل يعني تشوف حياتك زي ما هي شافت حياتها وما بصيتش وراها. مش معقول يعني هتفضل محلك سر كده والعمر يا قلب امك هيجري بيك. حاضر يا ماما هحاول، بس بالله عليكي اصبري عليا، انت ما تعرفيش ايمان كانت بالنسبه لي ايه. وهشام خلص كلامه ودخل على اوضته على طول. وعمتي قعدت تكلم نفسها وتقول لا بقى، انا لا يمكن اسكت ابدا على الحال المايل ده، وبنت سماح تفرح وانا ابني لغايه دلوقتي مش عايز يتجوز، انا لازم اتصرف. وفي شقه ابراهيم في الوقت ده كان واقف مع امه وقالت له انا بجد مش فاهمه يا ابراهيم، كان لازمته ايه يا حبيب الدكتور؟ تلاقيها يا اخويا بتدلع عليك ولا هي يعني مصاريف على الفاضي وخلاص؟ وانا قربت من حماتي وقلت لها مش وقته الكلام ده يا خالتي، يعني انت مش شايفه ابراهيم كان جايبها وشها اصفر ازاي؟ انا قلقانه عليها قوي لا يكون حصل لها حاجه. مالك يا اختي مخضوضه عليها كده ليه؟ هو انت ناسيه ان هي ضرتك ولا ايه؟ مش وقته الكلام ده دلوقتي، لما اشوف الدكتور لما يخرج هيقول لنا ايه، وبعدها بقى هبقى فوقلي. وبعد شويه الدكتور خرج من جوه ووقف يكتب الروشته. ابراهيم قال له اتفضل قدامي يا دكتور لما اوصلك لحد الباب. وابراهيم اخد الدكتور ووصله لحد باب الشقه. واول ما دخل خالتي قالت له مالك يا واد راجع فرحان كده ليه؟ هي المخفيه مراتك اللي جوه دي مالها؟ كان مغمى عليها ليه؟ اسكتي ياما، بس انت مراتي طلعت حامل، انا مش مصدق نفسي، انا خلاص هبقى اب. الف مبروك يا حبيبي، اخيرا عملتها، بس بالراحه على نفسك شويه، ما تفرحش قوي كده عشان مراتك ما تتفرضش علينا، احنا مش ناقصين يا اخويا. بقولك ايه بقى يا ماما، كل اللي تطلبه بس انت مراتي يتنفذ بالحرف الواحد، انا عايزها تقوم لي بألف سلامه، والواد اللي تولده ده يبقى صحته حلوه وعافيه. وابراهيم بصلي وقال لي مالك يا بت واقفه محلك سر كده ليه؟ ادخلي شوفي ستك لو عايزه حاجه كده ولا كده اعمليها لها على طول، وعلى الله تشتكي منك ولا تقولك حاجه كده ولا كده. حاضر يا ابراهيم، كل اللي انت عايزه انا هعمله على طول. وانا سبتهم ودخلت على جوه. وحماتي قالت له انا مش هسيبك يا واد انت غير لما تقولي البت دي انت ماسك عليها ايه، مش معقول يعني تقولك حاضر ونعم كده على كل حاجه، اكيد في حاجه انت ماسكها عليها. يعني هو ده وقته ياما؟ وسعي كده لما انزل افرق حاجه ساقعه للحته كلها، انا مش مصدق نفسي ان انا هبقى اب خلاص، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. وابراهيم سابها ونزل. وحماتي كانت واقفه ومتغاظه جدا وقعدت تكلم نفسها وتقول ماشي يا ابراهيم، بس انا وراك والزمن طويل، لما اشوف اخرتها معاك ايه ومع المعدوله دي. وفي الوقت ده انا كنت واقفه جنب بسنت في الاوضه وهي نايمه على السرير، وقالت لي ممكن اعرف انت عايزه مني ايه؟ ليه دخلاني الاوضه دلوقتي؟ ابدا يا بسنت، ابراهيم طلب مني ان انا ادخل لك الاوضه، لو محتاجه مني اي حاجه اعملها لك على طول، وعايزك يا حبيبتي ما تتحركيش من مكانك، وكل اللي انت عايزاه انا هعمله لك على طول. انا مش قادره اصدق وداني ولا قادره اصدق كل اللي انت بتعمليه. معقوله انت ايمان اللي ما كانتش بتحب حد يتحكم فيها ولا حد يقول لها تلت التلاته كام، والكل كان بيعمل لها الف حساب، انتي واقفه بتتكلمي معايا بالطريقه دي؟ ممكن اعرف في ايه بالظبط يا ايمان وايه اللي غيرك بالشكل ده؟ مفيش حاجه يا بسنت، كل الحكايه ان انا بسمع كلام جوزي في كل اللي يقولي عليه ومش عايزاه يتضايق مني ابدا. طيب يا ايمان ممكن تخرجي بره دلوقتي، انا مش عايزه منك حاجه. وانا سبتها وخرجت على بره، ولقيت حماتي عماله تنادي عليا وبتقولي يلا تعالي يا حلوه اغسلي لي رجلي، اصلها بتنقح عليا من الوقت، مش عارفه مالها منمله كده ليه. مالك يا بنتي يا بسنت واقفه متسمره عندك كده ليه؟ انجري يلا واسمعي اللي بقولك عليه. وانا انهارت من العياط ودخلت جوه وجبت لها طبق فيه ميه، وحماتي حطت رجليها فيه وقالت لي ما بالراحه يا بت ايديكي ناشفه قوي على رجلي، وانت ما بتفهميش ولا ايه؟ وسعي كده، قومي يلا هاتيلي الشبشب عشان اقوم من مكاني، ده انت تسدي النفس. وابراهيم دخل علينا وقال ايه ياما البت دي مزعلاكي في حاجه ولا ايه؟ شفت مراتك يا ابراهيم؟ تصدق بقول لها قومي يا بت هاتي الشبشب، رفضت وراحت مبجحه فيا. انا قلت لك البت دي عمرها ما تنفعنا يا ابراهيم، انا بجد مش فاهمه انت اتجوزتها على ايه. وابراهيم اتعصب جدا وقرب مني وضربني بالبوكس وقعد يزعق فيا ويقول لي ده انت يومك اسود النهارده يا بت انت، مش انا قلت لك 1000 مره اوعي ترفضي لامي اي طلب؟ طب ايه رايك بقى، هتنزلي تجيبي لها الشبشب ببقك زي الكلاب بالظبط، وهتفضلي موطيه لحد ما امي تلبسه في رجليها،
وانا انهارت من العياط وقلت له حرام عليك يا ابراهيم اللي انت بتعمله فيا ده، انا عملت فيك ايه عشان تعمل فيا كده؟ اخرسي يا بنت خالص، انا مش عايزه اسمع لك صوت، ويلا اعملي اللي قلتلك عليه بدل ما انت عارفه كويس قوي لو انت ما عملتيش اللي هطلبه منك هعمل فيكي ايه. وفعلا وطيت وحطيت الشبشب في بقي وقربت من حماتي عشان تلبسه في رجليها وانا منهاره من العياط. في الوقت ده دخلت علينا عمتي اللي اول ما شافتني قالت ايه اللي انت بتعمليه ده يا ايمان؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ انا كده خلاص اتاكدت ان في حاجه الواد ده ماسكها عليكي، اتكلمي وانطقي يا ايمان، ومهما كانت الحاجه اللي ماسكها عليكي دي انا هفضل واقفه جنبك وفي ظهرك، بس بلاش تدمري نفسك يا بنتي، لسه في وقت يا ايمان وانا مدالك ايدي في كل وقت. هو انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزه تقومي مراتي عليا؟ يلا امشي غوري من هنا، محدش قالك ان انت تيجي وتزورينا، ولا ايه رايك يا ايمان؟ وانا بصيت له وانا منهاره من العياط وما كنتش عارفه اتكلم ولا انطق بنص كلمه. هو انت يا بنت اتطرشتي في ودانك ولا ايه وما بقيتيش تسمعي الكلام؟ يلا مشي عمتك دي من هنا بدل ما انت عارفه انا ممكن اعمل فيكي ايه. وانا نطقت وقلت ارحمني بقى يا اخي، من ساعه ما دخلت البيت ده وانت ذليلني انت وامك، بس عمتي عندها حق، انا اللي غلطانه ان خليت واحد زيك يذلني بالشكل ده. انا جايه معاكي يا عمتي واعملوا كل اللي تعملوه. ماشي يا ايمان، اما ندمك على وقفتك قدامي دي ما بقاش انا ابراهيم، بس يا ريت بقى يا حلوه ما ترجعيش تندمي وتعيطي في وقت ما ينفعش فيه الندم. وفعلا عمتي اخدتني في ايديها ورحت على شقتها على طول، وانا كنت طول الطريق منهاره من العياط. في بيت عمتي هشام اول ما شافني قدامه اتخض عليا قوي وقال في ايه يا ماما مالها ايمان بتعيط بالشكل ده ليه؟ اوعي يكون اللي اسمه ابراهيم ده عمل فيها حاجه، انا هروح له لحد عنده واطين عيشته. ولسه هيمشي وقفته وقلت له استنى يا هشام، ما تضيعش نفسك على واحد زي ده، كل اللي بيعمله فيا ابراهيم انا استاهل اكتر منه. وهشام قرب مني وقال لي اتكلمي بسرعه يا ايمان، انا حاسس ان انتي مخبيه حاجه عننا، بالذات يعني ان انا عارف ان انتي ما بتطيقيش اللي اسمه ابراهيم ده ابدا، مش معقوله في يوم وليله كده تقولي ان انتي بتحبيه وتوافقي كمان تتجوزيه الا لو كان في حاجه وحاجه مش عاديه. اتكلمي يا ايمان وانا وعدك ان انا مش هسيبك ابدا حتى لو عملتي حاجه غلط. عندك حق يا هشام، انا فعلا ما بطيقش في حياتي قد اللي اسمه ابراهيم ده، بس اللي حصل ما كانش قصدي والله، انا اللي غلطت وانا اللي بدأت. انا افتكرت كل اللي حصل لما كنت واقفه مع ماما قبل ما تموت على طول، وامي قالت لي حرام عليك يا ايمان يا بنتي، مش معقوله اللي انت بتعمليه ده، كل يوم والتاني بتخرجي الناس خلاص اكلت وشي وبيقولوا ان انا معرفتش اربيكي. بقولك ايه بقى يا ماما، انا هخرج يعني هخرج حتى لو عملتي ايه، وسعي كده من قدام الباب عشان اخرج. وانا زقيت ماما وفتحت الباب ولسه هخرج من باب الشقه لقيت ماما وقعت على راسها على حرف الكرسي ودماغها كلها بتنزل، وانا جريت على ماما وكنت مخضوضه عليها جدا. قلت لها ماما انتي كويسه؟ والله ما كنتش اقصد. اهدي يا بنتي ما حصلش حاجه، انا هبقى كويسه ان شاء الله. لا يا ماما انتي مش كويسه، ده في دم نازل من راسك، انا هنزل الصيدليه بسرعه وهجيب لك حاجه للجرح ده. انا اسفه يا ماما. واخدت ماما وسندتها ودخلتها اوضتها ونيمتها على السرير ونزلت جري على الصيدليه. واول ما رجعت لقيت ماما ما بتنطقش وقطع النفس ومش بتتحرك، وانا كنت مصدومه جدا وقلت لها ماما مش معقول كل ده يحصل من جرح صغير، انتي لسه قايله لي ان انتي كويسه يا ماما. وفضلت اعيط واصرخ لحد ما خالتي دخلت عليا وقالت لي مالك يا بنتي يا ايمان بتصوتي كده ليه ومال همك وايه الدم اللي مغرق السرير ده كله؟ وانا كنت خايفه من خالتي جدا ومرضتش اقول لها اللي حصل. قلت لها ابدا يا خالتي انا كنت جوه وسمعت حاجه هبطت مره واحده، ولما خرجت لقيت ماما قطع النفس وراسها بتنزف دم. طب اهدي يا بنتي يمكن غيبوبه سكر ولا حاجه هي اللي عملت فيها كده، انا هكلم ابراهيم يجيب الدكتور حالا. وفعلا جاب الدكتور والدكتور كشف على ماما وقال لنا ان هي مات. وبعد ما دفنا ماما والعزا خلص لقيت ابراهيم جاي وقال لي ازيك يا بنت خالتي، انا جايلك مخصوص عشان اتكلم معاكي في موضوع كده. وانا بصيت له بكل قرف وقلت له وانت من امتى وانت ليك كلام معايا يا بتاع انت، اتفضل امشي من هنا بدل ما افرج عليك الناس كلها. حلو قوي الكلام ده، يا ريت بقى يا حلوه تشوفي الفيديو ده وتقولي لي رايك فيه ايه، تخلي كل اللي موجودين في العزا يتفرجوا على الفيديو الجميل ده. بنت بتقتل امها يا حرام، وشوفي بقى وقتها هتروحي العشماوي ازاي. وانا اول ما شفت الفيديو اتصدمت جدا وقلت له استنى يا ابراهيم، هو انت جبت الفيديو ده من فين؟ يا سبحان الله، كنت خارج من شقتنا في امان الله وزي ما يكون قلبي دلني، وبالذات لما لقيتك عماله تزعقي مع امك.
ورحت فاتح الفيديو وصورتك على طول وانت بتعملي كل ده فيها، بس ربنا عمل كده عشان يكشفك وحق خالتي ما يروحش هدر. وانا قعدت اعيط وقلت له ابوس ايديك يا ابراهيم امسح الفيديو ده بسرعة، انا ما كانش قصدي اعمل حاجة زي دي، ما كانش قصدي ان انا موتها، بس كده من عيني الاتنين يا بنت خالتي، اصل حرام واحدة في جمالك حبل المشنقة يتلف حوالين رقبتها. بس انا ليا شرط واحد، انا موافقة على اي حاجة تطلبها مني يا ابراهيم، بس بالله عليك بلاش السجن، ابوس ايديك، انا من ايدك دي لايدك دي. تصدقي فكرة يا بنت خالتي، وماله بوسي ايدي. وفعلا وطيتها على ايديه وبوستها. وابراهيم كمل كلامه وقال لي لو عاوزة تشتري عمرك بقى يا حلوة، الفيديو ده يعتبر في الحفظ والصون، تروحي لعمتك وتقولي لها ان انا عايزة اتجوز ابراهيم وان انتي موافقة عليا كمان، ويلا خدي اتنزليلي على شقة المحروسة امي دي، تنازل بالشقة كلها وهتبقى باسمي، والفلوس اللي ابوكي سايبها لك هتبقى ليا كلها. ها يا بنت الناس، موافقة بالكلام ده ولا زيع؟ طبعا موافقة يا ابراهيم، بس وعدني ان محدش يعرف كل اللي عملته في ماما. ما تقلقيش يا حبيبتي، سرك في بير ملوش قرار، انتي هتبقي حبيبتي طالما هتسمعي كلامي. حاضر يا ابراهيم، هعمل لك كل اللي انت عايزه. وفعلا مضيت على تنازل على شقة امي، ومن بعدها فضلت عايشة في شقة عمتي، وكنت خايفة من وقتها اقولك اي حاجة يا عمتي. وبعد كده قلتلك ان انا عايزة اتجوز ابراهيم وسبتلك البيت باللي فيه. انا فعلا مش قادرة اصدق كل اللي حصل يا ايمان، بس اللي حصل ده كان غصب عنك، انت اكيد ما كانش قصدك تعملي كده، بس ليه تضيعي عمرك وشبابك مع واحد زي ده؟ انت اصلا ما كنتش تقصدي اللي حصل. خلاص يا هشام، انا هروح اسلم نفسي لاسم الشرطة، وعمري ما هكون تحت رحمة اللي اسمه ابراهيم ده تاني. طب اصبري يا بنتي وشوفي ابراهيم ممكن يعمل معاكي ايه، اصلا انا عارفاه كويس قوي، عيل جبان وبق. وفي شقة خالتي اللي كانت قاعدة مع ابراهيم وقالت له بقول لك ايه بقى يا واد يا ابراهيم، كانش ينفع ابدا نعمل اللي احنا عملناه في البنت دي، كان لازم برضو نطول بالنا علينا شوية، وهي مشت وسابت لنا البيت اهي، والله اعلم بقى هترجع تاني ولا لا. بكرة ترجع زي الكلبة ياما، وهتشوفي هي قلبها جامد دلوقتي بس مش هتقدر تعمل معايا اي حاجة، صدقي ابنك ياما. انا كل اللي عايزة اعرفه منك يا واد يا ابراهيم، ايه الحاجة اللي انت ماسكها على البت دي؟ مش معقول البت ايمان دي سكتالك كده على كل البهدلة والذل اللي انت بتذلهولها، اكيد في حاجة وحاجة قوية كمان. بعدين ياما، المهم بقى انا لازم اشوف اي طريقة ارجع البنت اللي اسمها ايمان دي البيت من تاني، مش معقول يعني اخلي اللي اسمه هشام ده ينتصر عليا. شوف الواد، يعني انت كل اللي همك هو هشام اذا كان ينتصر عليك ولا لا؟ لا، انا كل اللي يهمني الفلوس، وبالطريقه دي مش هنعرف ناخد منها جنيه واحد. اصل انت ما تعرفيش ياما ابنك بيفكر في ايه وبيدبر في ايه، وانا هجيب لك كل الفلوس لحد عندك. في الوقت ده بسنت خرجت من الاوضه وقالت له بقول لك ايه يا ابراهيم، انا محتاجه العلاج ده ضروري، ممكن تنزل تشتريهولي؟ بس كده، عناية الاتنين يا حبيبتي، هاتي الروشتة وانا تحت امرك. وابراهيم اخد منها الروشتة ونزل على تحت على طول. وحماتي قالت لها ما بقاش بنت راجل من ظهر الراجل لما خليته يطلقك ويرميكي في الشوارع، وبكره تشوفي يا بسنت هعمل فيكي ايه. والله يا حماتي لما خلف له الولد اللي نفسه فيه، بكره انت اللي هتشوفي مين فينا اللي هيترمي في الشارع. الكلام ده ليه انا يا بت انتي؟ ده انا هسود عيشتك الليلاتي، ومش هخلي ليلتك معايا تعدي النهارده. معلش بقى يا حماتي، خليها وقت تاني. معلش، اصل الولد بيرفص في بطني، هدخل اوضتي ارتاح لي شويه، ولما يرجع ابراهيم حبيبي بقى يبقى يدخل لي على طول. وبسنت قالت كلامها ودخلت على اوضتها على طول. وبسنت اتصلت بصاحبتها حنان قالت لها ايه ده يا بسنت، انا مش مصدقه نفسي، ده انت بقالك فتره طويله يا بنتي ما اتصلتيش بيا، اخيرا جوزك حن عليكي وخلاكي تتصلي بصحابك. اسمعي بس يا حنان الكلام اللي هقولك عليه ده، انا عارفه ان انت تعرفي ايمان قريبه ابراهيم، انا عايزاكي توصليني بيها في اسرع وقت. وانت عايزاها في ايه بقى ان شاء الله؟ ما انت عارفه اللي فيها يا بسنت، انا ماليش اي كلام معاها، الموضوع ده يخصني انا يا حنان، لو سمحتي عشان خاطري اعملي اللي بقولك عليه. انا لو بعرف اخرج من البيت كنت عملت كده ورحت بنفسي. حاضر يا حبيبتي، هحاول اجيبلك رقم تليفونها لانه مش معايا دلوقتي، وهبقى اتصل بيكي بعدين. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا حنان، ربنا يخليكي ليا يا رب. وحنان قفلت مع بسنت التليفون وهي بتضحك ومبسوطه، وبصت جنبها لقيت ابراهيم قاعد، وقالت له سمعت بودانك يا حبيبي وعرفت ان مراتك ملهاش امان، حتى بعد ما حملت منك زي ما هي ما اتغيرتش، صنف نمرود. انت مش عايز تكتب كتابك عليا عشان خاطر عيونها يا ابراهيم، صح؟ انت عارفه ومتاكده يا حنان ان انا عمري ما بعمل اي حاجه عشان خاطر حد، بس انا عايزه اعرف دلوقتي هي عايزه امان في ايه.
وانا مالي يا اخويا، شوف بقى هتعمل ايه مع مراتك. على فكرة بقى يا ابراهيم، انا معايا رقم ايمان، بس انا قلت مش هعرف اتصرف غير لما اقولك الاول يا حبيبي. صدق يا بنت يا حنان، وانا اللي كنت بقول لنفسي اتغير يا واد عشان ابنك اللي جاي في الطريق، بس اقول ايه، ديل الكلب عمره ما هيتعدل. بقولك ايه بقى، ناوي تكتب كتابك عليا امتى يا ابراهيم؟ صدقني يا ابراهيم، عمرك ما هتلاقي واحدة اصيلة وبتحبك زيي. عايزان اكتب كتابي على مين يا حلوة؟ انا لسه عارفك من شهور بس، يا ريت تسيبك من الكلام الفاضي ده اللي لا بيودي ولا بيجيب. المهم بقى، انا لازم اروح البيت دلوقتي، وعايز اعرف البت بسنت دي عايزه امان في ايه. انا همشي من هنا وانت هتتصلي ببسنت وتديها الرقم على طول. حاضر يا ابراهيم، عناية ليك. وابراهيم سابها، وحنان مسكت تليفونها واتصلت ببسنت على طول. بسنت قالت لها ايه ده، معقول يا حنان عرفتي تجيبي الرقم بالسرعه دي؟ انا مش قادره اصدق. سامحيني يا بسنت في اللي حصل، بس انا ماليش ذنب والله. لما اتصلتي بيا ابراهيم جوزك كان قاعد جنبي. ابراهيم جوزي كان عندك بيعمل ايه يا حنان؟ انا مش فاهمه منك اي حاجه صراحه كده بقى يا بسنت. جوزك ابراهيم عارف ان انا اقرب صاحبه ليكي، وكان عايز يعرف عنك كل حاجه، واجبرني ان انا احكي له عليها. في الوقت ده اللي كان قاعد معايا فيه انت اتصلتي بيا وكنت عايزه مني رقم ايمان، وجوزك طلب مني ان انا اديكي رقمها، بس مش عارفه ليه. وعلى فكره بقى، هو جايلك البيت دلوقتي يا بسنت وهيتجنن. يا ريت تخلي بالك يا حبيبتي، الواطي الجبان. ماشي يا حبيبتي، بعتيلي الرقم حالا. وفعلا حنان بعتت لبسنت الرقم. في الوقت ده كنت قاعده في بيت عمتي، ولقيت هشام واقف قصادي ومتضايق جدا. فانا قربت منه وقلت له مالك يا هشام واقف كده ليه؟ في حاجة حصلت معاك؟ ابدا يا ايمان، اصلا انا لقيت ابراهيم بعتلي الفيديو، لانه اكيد عارف ان انا مش عارفة اي حاجة عن الفيديو، وانا خفت جدا وقلت له بالله عليك يا هشام خليك واقف جنبي، انا خايفة قوي ومش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي، وانا عمري ما هتخلى عنك يا ايمان ولا هسيبك، وبكرة هتشوفي هعمل لك ايه في اللي اسمه ابراهيم ده. في الوقت ده لقيت جايلي رسالة على تليفوني من رقم غريب. انا بسنت يا ايمان، انا عماله اتصل بيكي، بالله عليكي يا ايمان وافقيني في الكلام اللي انا هقولك عليه لحد ما اشوفك. وهشام قرب مني وقال لي مالك يا ايمان وشك اصفر كده ليه؟ وانا قربت منه ووريته الرساله، واول ما قرأها قال لي يا ريت تاخديها على قد عقلها يا ايمان لما اشوف اخرتها ايه. ولقيت بسنت اتصلت بيا وقالت لي ايوه يا ايمان، بالله عليكي يا ايمان ابراهيم بقى حنين عليا جدا واتغير معايا قوي، وانا حاسه ان انتي لو رجعتي هيبقى حنين عليكي انتي كمان. ارجوكي يا ايمان ارجعي البيت تاني لو سمحتي يا بسنت، انا مش عايزه اسمع الاسم ده تاني، ويا ريت تقفلي التليفون وما تتصليش بيا تاني، فاهمه؟ وانا قفلت في وشها التليفون. وبعد شويه ابراهيم دخل على بسنت الاوضه وقال لها انا جبتلك العلاج اهو يا حبيبتي، يا رب يكون بفايده، ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش منك ابدا، بس في حاجه كده انا عملتها ومش عايزاك تزعل مني ابدا. انا جبت رقم ايمان واتصلت بيها وكلمتها، ما انا عارف، انا سمعت كل كلامك وانا داخل بالصدفه. معقوله انتي بتعملي كل ده عشان يا حبيبتي؟ اصلا انا قعدت وفكرت مع نفسي يا ابراهيم، وقلت طالما انت اتغيرت معايا وبقيت حنين عليا وبتتقي ربنا فيا، ليه لا، ليه ما بقاش كويسه معاك واعمل لك اللي انت عايزه مني؟ ابراهيم بصلها بكل استغراب وسابها ودخل الحمام. وبسنت اتسحبت وجاتلي على البيت على طول، واول ما فتحت لها الباب قلت لها هو في ايه بالظبط؟ انا مش فاهمه اي حاجه، مش انا قلت لك ما تتصليش بيا ولا تقربي مني تاني؟ انا جايه عشان مصلحتك يا ايمان، ابراهيم بيهددك في الفيديو اللي صورهولك ده، مش انت اللي عملتي كده في امك يا ايمان، ابراهيم هو اللي قتلها صدقيني، مع اني يعني مش فاهمه منك اي حاجه يا بسنت، بس على العموم اتفضلي ادخلي. وبسنت دخلت وقعدت معايا وقالت لي مش ابراهيم جوزي كان بيهددك باللي حصل مع امك؟ انتي ما عملتيش اي حاجه يا ايمان، هو اللي دخل وقتل مامتك. ازاي الكلام ده يا بسنت وانتي عرفتي منين؟ في يوم كده جت رساله على تليفون ابراهيم وانا شفتها بالصدفه، واحد كان بيهدده وبيقوله لو ما دفعتش الفلوس اللي انا طلبتها منك هروح واقول كل حاجه لايمان ان انت اللي قتلت خالتك. ازاي الكلام ده يا بسنت؟ ما هو في وقتها كان موجود في شقتكم، وهشام قال لها ممكن تديني السكرين ده لاني لازم اروح واقدمه في النيابه. وفعلا رحت انا وهشام اسم الشرطه وقدمنا بلاغ في ابراهيم، والضابط طلب ضبط واحضار لابراهيم. ابراهيم كان واقف قدامي في الاسم، وانا قلت له ممكن اعرف انت عملت في امي كده ليه؟ هي عملت لك ايه؟ حرام عليك. وابراهيم بدأ يفتكر اللي حصل وقتها، لاني في الوقت ده كنت سايبه باب الشقه مفتوح. وابراهيم دخل على اوضه ماما وقالت له الحقني يا ابراهيم يا ابني، هاتلي دكتور يشوف الجرح اللي في راسي ده.
لا كفايه عليكي لحد كده يا خالتي، المفروض ان انت اللي تموتي واحنا اللي نعيش. يا دماغي مش قادره يا ابني، بالله عليك روح هاتلي الدكتور بسرعه. انت لازم تموتي دلوقتي يا خالتي. وابراهيم جاب المخده وكتم نفسها على طول، وماما ماتت في الحال. وابراهيم اخد بعضه وجرى من شقه ماما وراح لصاحبه وقعد معاه. سيد صاحبه قال له مالك يا ابراهيم وشك اصفر كده ليه؟ وش اصفر ده ايه؟ ده انا طاير من الفرحه، انا خلاص الهنا والسعاده كلهم بقوا معايا. اصل انت ما تعرفش يا سيد ايه اللي حصل معايا من شويه. انا خلصت على خالتي. الله يخرب بيتك يا جدع، وانت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ هو انت ناقص مشاكل؟ انت كده هتروح في 60 داهيه. وانت فاكر صاحبك عبيط وبرياله ولا ايه؟ انا لبست كل الليله لبنتها. انا بقى هقولك انا عملت ايه بالظبط. وابراهيم حكى لصاحبه على كل حاجه، ومن وقتها وهو بقى يذله بالموضوع ده، وبقى ياخد منه فلوس على قد ما يقدر، لحد ما بعت رساله وشافتها بسنت. ابراهيم رجع من تفكيره تاني، وانا قعدت ازعق فيه وقلتله منك لله، ضحكت عليا وخلتني ابقى خدامه تحت رجليك انت وخالتي، وكل ده ليه؟ انت اللي موتت امي وكنت فاكره ان انا اللي عملت كده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وابراهيم اتحبس وانا رجعت بيت عمتي من تاني واتطلقت منه، وخالتي فضلت عايشه لوحدها في الشقه، واتحكم على ابراهيم بالاعدام. في نهاية حكايتنا حابة أقول إن الظلم دايما بيجي من الناس اللي المفروض يكونوا سند ودعم لينا، والغدر بيكسر الثقة وبيسيب جرح جوانا مش سهل أبدا يتداوى. الظالم بيفتكر إن هو قوي، بس الحق دايما هو اللي بينتصر في الآخر. اللي بيغدر بحد الدنيا هتلف وهتدور وهتغدر بيه في يوم من الأيام. أما بقى الظلم بيحرق القلب، بس الصبر بيجيب الحق ويبرد القلوب. وكده حكايتنا انتهت. يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم واستفدتوا منها زي ما متعودين من حكاياتنا، واشوفكم في قصة جديدة ان شاء الله.